مرحبا بمتابعينا في كل مكان، نلتقي مجددا في ملف جديد خصصنا فيه هذه المرة كشف حقائق وخور في المنظومة الأمنية وتجاوزات على مستوى التربصات والتأهيل. ضيفنا ثامر بديدة، مستشار أول للإدارة العامة للسجون والإصلاح. سي ثامر، لو كان تعرفنا بروحك. مرحبا بكم. انا المستشار الاول للاداره العامه للسجون والاصلاح ثامر بديده. نعد في مرحله الدكتوراه في ستاتستيك بروفيسيونيل احصاء النظري. في الحقيقه الموضوع نتاعي موضوع كبير ياسر. وجودك في العاصمة شنو؟ وجودي في العاصمه معناها حقيقه معناها جاتني الفرصه اللي تكلمت على مواضيع، هي مواضيع فهمتني تخص الرأي العام، تخص المنظومة السجنية خاصة والمنظومة الأمنية بصفة عامة. الدولة قاعدة تصرف فلوس لتأهيل الشباب، الدولة قاعدة تصرف فلوس لتأهيل المنظومة الأمنية للأسف. والعيب اليوم اللي مش نتكلموا على مواضيع معناها فهمتني نتأسفوا لها، اللي كشفنا لمسؤولين الدولة بالوثائق وبالحجة فهمتني. كشفنا اللي فما الدولة قاعدة تصرف في المجال هذا معناها أموال طايلة على التربصات والتأهيل، لكن بدون مقاييس علمية. أنا من أكثر الكفاءات الأمنية والحمد لله ربي، إنسان بقرايتي، إنسان نظيف، إنسان عامل 3 كتب معناها نتحدى مسؤول خاصة في دار عامل السجون ازاي يعمل ورقة فهمتني، عامل 3 كتب. 3 كتب هذوما رغم اللي ما مشيتش التربصات، رغم اللي كنت محروم، رغم اللي الناس اللي موجودين تو في الإدارة عامل السجون والإصلاح ناس ما تحبش الكفاءات، ناس ما تحبش ثقافة العقل، ما يحبوش يبدلوا المنظومة. نفس المنظومة هي بيتها قبل الثورة وبعد الثورة. جيت لتونس، راسلت مجلس النواب، راسلت مسؤولين الدولة، راسلت الوزارة. الحقيقة لقيت بارك الله فيهم لقيت تجاوبوا معهم معناها لأن احنا تو في دولة قانون ومؤسسات. أنا بدولة نحب الكفاءات هذه الشابة. أنا تو عندي بريسك 6 سنين معناها إيمارج باهية تاع معناها 6 سنين خبرة معناها فهمتني. نحب نقول حاجة اللي بصراحة أنا نتكلم معناها هذا موضوع يهم برشا ناس، يهم حتى في جميع الإدارات الكل فهمتني. كنت قلت لك سبقت عملت 3 كتب، وفما كتاب عملته في المنظومة الرقمية، بعثته للإدارة العامة للسجون والإصلاح. خدموه ناس مسؤولين، خذوه شهيد فهمتني، لكن للاسف معناها فهمتني معناها خدموا بينا احنا فهمتني، وتم تحيل معناها تم عمليه التحيل، اقتباس العمل البحث العلمي والدراسي اللي عملته انا. هذه كفاءاتنا وين ماشيه، هذه الكفاءات نتاعنا وين ماشيه. انا راهو من العيب اليوم اللي مش نحكيو مش تتطور منظومه الا بولادها. الناس الدوله خسرت علينا في قرايتنا وكبرتنا وصرفت علينا، مش نقفوا على المنظومه هذه ونبدلوها احنا الكفاءات نظيفه. انا الحمد لله يعرف معناها انسان نظيف، انسان بقرايتي، قضيتي قضيه فكر، قضيه معناها تغيير منظومه امنيه. المسؤولين هذوما هما بيدهم اللي قبل الثوره ومن بعد الثوره فهمتني. معناها الناس هذوما انا نتحداهم لو كان واحد منهم يعمل ورقه. نلقاو اكثر من 86 ناس تمشي للامام. انا مش مشكلتي تربصات، اما مشكلتي اللي مشاو للتربصات بدون مقاييس، يا يكون عنده شهرين على الانتريت، يا انسان يمد القاوي المسؤولين. سامحني مع كامل احترامي ليهم، هذه حقيقه نحب نقولها وما تجرأ حتى حد باش يقولها فهمتني، وتجرأت انا والحمد لله. ونشكر مسؤولين الدوله الكل اللي قبلوني واللي قبلوا وبالحجج وبالوثائق، ما جبتش حاجه من راسي، وكنت صرحت قبل تعرضت للتهديدات. سامحني، ذكرت من بكري اللي انت مهدد بالقتل. التهديد مش نقول لك، انا كلموني بعثوا لي هذوما الناس المسؤولين فهمتني. الناس المسؤولين هذوما بعثوا لي قالوا لي يا فلان رانا باش نبعثوك ورا الشمس يا فلان معروفين. ومن بعد التصريحات اللي عملتها يجيو معناها يقولوا لي تو نبعثوك معايا ثم ماشيه لالمانيا. انا ما نتاجرش بالمساله هذه، انا يا نقعد في بلادي ونخدمها. انا لو كان جيت انسان اخر نعمل معناها تقبلني دوله اخرى وعندي 6 دولة، انا ما نجمش نخون بلادي فهمتني. تقبلني اي دوله في العالم خاصه في مكافحه الارهاب راهي تقبلني بطريقه وتتكفل بي وتتكفل بعائلتي فهمتني. ايجا برك، لكن هذه بلادي جاي انا احنا الجيل اللي لازمنا نهز المشعل. وكنت رئيس الرئاسه الجمهوريه كي بعثت لي رئاسه الجمهوريه عن طريق الديوان السياسي، عن طريق الموفق الاداري في 16/10 باش نقابل السيد رئيس الديوان السياسي. الاداره العامه للسجون والاصلاح تسترت على الوثيقه هذه
موجود عندي موجوده عندي، فهمتني؟ موجوده عندي، ما خلونيش نزور وقت المسؤولين، وكنت قد راسلت جميع المسؤولين قبل بشهرين وثلاثة شهور وما استجابوا ولا؟ اي رجعتهم انا بالطبع بكت عن طريق مكتب الضبط بوسائل قانونيه، فهمتني؟ اليوم الحمد لله يا ربي جيت لتونس، اني وصلت فكرتي، ونحب الرئاسه تسمعني والدوله تسمعني والمسؤولين الدوله يقفوا على الموضوع هذا، فهمتني؟ اللي يستحق، اللي اكثر كفاءه تستحق ياخذ منصب نتاعو، مش اللي يمد القوي المسؤولين ولا اللي سامحني في الكلمه، فهمتني؟ ولا مازالوا شهر ولا شهرين على الانتريت، ايش مش يجيب السجون، ايش مش يجيب المنظومه الامنيه، ايش مش يزيد هذوما تشبيب المنظومه تشبيب لا معناها يمشيوا لامريكا وتربصت فيه، ثم ناس مشات مازالوا لها شهر وشهرين على الانتريت. تشبيب المنظومه، تشبيب المنظومه يا نعم. حتى المنظومه كامله لازمها تكون شباب وكفاءات امنيه. انا اطار امني سامي، مانيش فهمتني مانيش لا معناها. تو الاشكال وين بالضبط؟ الاشكال انا فضحت التجاوزات وفضحت التجاوزات وكشفت المستور وسميت الاسماء بمسمياتها، في وقت ما تعرضت للتهديد في الشيء هذا. عندك وثائقك وعندك عندي وثائق ومديتها للمجلس، معناها اتصلت بمجلس النواب المكلف بالامن، واتصلت بوزاره العدل، واتصلت حتى برئاسه الحكومه وبرئاسه الدوله، ووصلت صوتي. انا كل شيء انا ما تكلمت كل شيء بعد الصمت نتاع المسؤولين، بعد ما لقاوش ردة فعل، فهمتني؟ ما تكلمت على الخور هذا، فهمتني؟ باهي سي تامر، ان شاء الله نرجعوا لك مره اخرى في الملفات باش تكشف لنا عليها ونتابعوها لحظه بلحظه. وهكذا وصلنا الى نهايه الحصه. شكرا على الضيف، شكرا على متابعينا في كل مكان، والى اللقاء في برنامج اخر.